حبايبي الغاليين، اللي عمل الرز بشعرية معايا طبسية من الرز على طبسية من طبسية شعرية وطبسية رز. عبار الرز قد عبار الشعرية عشان يكون معاكي حلو، ومعلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت. وحمر الشعرية حلو كده، تكون يعني ايه اللون الذهبي، بلاش تغمقاها قوي علشان ايه ما تبقاش حامية على صدرك. يا دوبك تصفر معايا كده، واهدي لها بقى علشان ايه ما تحمرش قوي. تاخدت اللون الذهبي كده، اغسل بقى الرز بتاعي وانزل بيه على الشعرية كده، واقلبه بقى ايه تقليب حلو. قلبيه الحلو الاول قبل ما تحط الميه، وانزل عليه بالميه السخنه. عبار الرز والشعريه يكون عبار الميه بالظبط، ما تزوديش عشان ما يبقاش معجن معاك، او على حسب ما انت بتحبي طيابه. ومعلقتين من الخل ورشه من البهارات. ولو عندك حابه تحطي مكعب من مرق الدجاج او مكعب من مرق اللحمه براحتك، يعني لو عندك شوربه وحابه تحطي شوربه براحتك. وساعه ما ينشف من الميه كده هدي النار عليه، وبيكون دي النتيجه بتاعته.